ما لاقيهوش مثلا بيعمل كده على السطر وبعدين يطلع بسنتين، غلط. لا، الالف من فوق كده بنزل واعمل نص دايره وشرطه مايله. طب الباء السطر اهو يا حبيبي، بنزل على السطر امشي فوق السطر واطلع من على السطر واحط نقطه. كذلك التاء والثاء. اعمل تمارين عشان الطفل ما يزهقش، زي كده مثلا اقرأ وصل، يبدأ يقول لي ده اسم الحرف ده ايه ويوصله بالمشابه ليه المتصل والمنفصل. نعمل له اكمل على هيئة دواير كده الدودة او بالطريقة دي. اكتب الحرف التالي. احنا لو واخدين 3 أو 4 حروف نقدر على فكرة نحط كل الاسئلة دي عادي. طلع الحرف المختلف. دي بقى سواء فيها حروف عارفها او مش عارفها، ديت بتخليه يبقى بتساعده على التركيز اكتر يعني. وممكن اعمل سؤال استخرج مثلا حرف الحاء مثلا او الجيم، وبعدين احط له كذا حرف وهو يطلع منهم حرف الجيم. تمام. دي طبعا بقيت الخطة، ان شاء الله انزل لكم فيديو مفصل